السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كنت قبل المباراه مجهز ان انا هعمل لقطات واتكلم فيها عن شكل المباراه والطريقه اللي هيلعب بيها مارسيل كولر كتجربه لبطوله الانتر كونتيننتال كاس العالم للقارات اللي انت رايح لها بعد ماتش اورلاندو في جنوب افريقيا اللي انت هتسافر له يوم الاربع اصلا، وهتلعب يوم السبت مع اورلاندو يوم 14 مع الفائز من بوتافوجو اللي فاز امبارح على اتلتيكو مينيرو 3-1 وهو مطرود منه لعيب لعب ب10 لعيبه المباراه كلها. اللعيب اتطرد في اول 30 ثانيه، اكيد يعني حضراتكم تابعتوا الكلام ده امبارح. فالبوتافوجو ده هيلاعب باتشوكا، واعتقد بنسبه كبيره هيفوز على باتشوكا حتى لو ما فازش وصعد باتشوكا. المهم ان انت هترجع من جنوب افريقيا على قطر عشان تلعب يوم 14 نصف نهائي كأس العالم للأندية أو كأس القارات، يعني عشان الفائز منه يلاعب ريال مدريد. فكنت مجهز وعايز أشوف تكتيك وحكتيك مارسيل كولر والحاجات اللي هيعملها والتجارب واللعيبه اللي هينزلها النهارده والناس اللي هيعتمد عليها في مباراه النهارده ومباراه اورلاندو، عشان نشوف الدنيا هتبقى ايه في كاس العالم. لكن كاس عالم ايه بقى؟ يعني انا بعد ما جهزت الحاجات هعمل لايه؟ هو فين الاهلي اصلا؟ يعني فين الاهلي اللي انا هعمل له اللقطات واتكلم عليه ده؟ هو ده الاهلي اصلا؟ يعني هي حتى هو التيشيرت ده بتاع الاهلي يا جماعه؟ التيشيرت ده تيشيرت الاهلي؟ يعني صورة اساسا مش عجباني وحاجة نيلة. شوط اول اتلعب في مستوى التيشيرت اصلا، يعني مش قصدي حاجة على فكرة، انا مش بتاع قصف جبهات والكلام ده، لا. شوط اول باهت زي التيشيرت الباهت اللي انت لابسه. ايه التيشيرت ده؟ يعني الراجل اختار باليتة الالوان بتاعة اللون البيج وقال لك يلا اضرب، حط ابيض مع بيج مع فانيلا لاتيه، هنبيض شقة، هنمحر شقة كده ونبيضها، فاللون الفانيلا لاتيه ده حلو حطه كده. يا جماعة ده مش الاهلي. انا مش بتكلم بقى هتقول لي انت بتتريق والتيشيرت والتيشيرت اللي عمل فينا كده، لا مش التيشيرت يا سيدي، انت كنت وحش، انت كنت منيل بنيلة. هو ده الاهلي؟ فين؟ بس هو ده من اسباب النحس برضه. انا مش عارف ايه التيشيرت الراجل المصمم والملون والكالرنج اللي معمول في التيشيرت ده غريب جدا. اختار حاجات عجيبه، عك في التصميم بتاع التيشيرت، شو زي اللي شفناه في العك بتاع المباراه النهارده. ده ايه ده؟ ده ايه اللعيبه اللي نازله متخاصمه مع بعضيها دي، مش عايزه تكلم بعض، مش عايزه ترفع وشها من على الارض. الشوط الاول قلنا خلاص ماشي، بين الشوطين هتاخد دش وتلعب وهترجع الشوط الثاني، لكن مفيش برضه. الشوط الاول لولا محمد مصطفى شوبير 5 تصديات متصدي لهم، وياو النور ده اللي عدى من كوكا بطريقه غريبه جدا، وكوكا اداله قال له روح انفراد، والراجل لعبها جنب العارضه، كان خلاص الماتش ده هيبقى خلصان للبنك الاهلي 1 و2. الحمد لله عدت، وشوبير كمان خد رجل المباراه. ولما تعرف ان حارس بتاعك ياخد رجل المباراه، يبقى انت كنت منيل ب 60 نيل. البنك الاهلي كان ممكن يخطفك في اي وقت من المباراه ويجيب في الجول. بس مش عارف بصراحه هو ايه اللي حصل. اللعيبه دي مالها يعني؟ انا مش فاهم. هل انتوا زعلتوا كلاعيبه من الهتاف بتاع الجماهير بره لما بيقولوا معاك يا محمد يا رمضان مفيش لاعب فوق الكيان؟ ولا لا يا جماعه ما هو كده فعلا، هي الجماهير لازم تقول كده. انتوا مالكوش دعوه، انتوا بتتابعوا السوشيال ميديا وقاعدين قاطعين على قصه امام عاشور وخلاص والقصه والسوشيال يا جماعه لا، ده مش الاهلي. انت رايح على موضوع صعب جدا، انت رايح اورلاندو في جنوب افريقيا، يا رب تعدي منها بس على خير الاول، وبعد كده رايح على هتلاعب بطل ليبرتادوريس او باتشوكا المكسيكي، عشان اللي هيفوز هيلاعب ريال مدريد. انت فاهم انت رايح فين؟ ولا انت هتكمل بالشكل ده مع البنك الاهلي ومع الناس اللي هنا؟ تقوليش تحكيم بقى، تبقاش انت زباله ومنيل وحالتك كرب وتيجي تقول لي انا عايز حق. ماشي، عايز حقك، حقك في ايه؟ في كوره رامي ربيعه الحكم ما ادانيش حقي، انا معاك، بس انت لو حلو قلنا 100 مره انت تفوز على الحكم قبل ما تفوز على الخصم اللي انت بتلعبه، لكن ده ما بيحصلش. تفوز على الحكم ازاي؟ مش لازم تجيب الجون بالكوره اللي خبطت في ايد رامي ربيعه قبل ما المدافع بتاع البنك ياخدها ويطلع بيها. اي نعم دي لعبه جديده وما ينفعش الفار يرجع في لعبه جديده، ويرجع من ساعه اللعبه اللي اتلعبت من رجل المدافع بتاع البنك الاهلي، ما يرجعليش سنه لورا ويقول لك ده فيها لمسه يد. والحكم اصلا محمد الحنفي كان لازق جنبهم وشايف الكوره وشايفها وهي بتخبط في ايد رامي ربيعه وما حسبهاش، وادى اتاحت فرصه للبنك الاهلي. طب لما الكره اتلعبت في لعبه جديده خالص من رضا سليم رفعها ورامي جابها جول، انت ايه ما حسبتش الكره واديت اتاحت فرصه؟ خلاص كمل. الفار ازاي يرجع لكره جديده ولعبه جديده ويجيب لك بعد لمسه اليد، بعد اللعبه الجديده دي يرجع للمسه؟ مش عارف بصراحه. لو خبراء التحكيم والمحللين والناس يعني يطلعوا يقولوا لنا بقى. بس انا مش بعتمد على دي ومش عايزها تتحسب وهي ما اتحسبتش. يعني انا مش عايز الاهلي يفوز كده. فين الاهلي اللي كان بيلعب؟ لو الشوط الاول كنت منيل وزباله زي كده، ماتش سيراميكا كنت فايز 2
الشوط الثاني 3 بقت 5. اي نعم 5-2 ودفاعك شوربه ومنيله ومنيل، والنهارده شفنا يحيى عطيه الله اللي ما جاش، الفريق كله ما جاش، ما نظلمش حد غير مصطفى شوبير اللي يستحق انه يكون اساسي بعد كده. مصطفى ما يلعب بقى، مصطفى ما يلعب بقى يا كابتن شناوي. انت الماتش اللي مش بتلعبه ومش عايز تروح فيه النادي ولا تتمرن ولا تحضر ولا تقعد على الدكه، هو النادي ده بتاع مين يا جدعان؟ احنا مش هتحرق دمنا وانتوا مركزين في حاجات تاني وانتوا نازلين. فين البلاس 90؟ فين الاهلي اللي كان الشوط الثاني بيفضل يعمل لو ما جاتش معاك بتيجي برضه في الوقت الضايع لما انت تكون عايز. انت مش عايز، اللعيبه مش عايزه، اللعيبه خارجه عادي جدا، مفيش حاجه حصلت. تعادلنا خدنا نقطه الحمد لله والله تمام. الاتحاد ادانا نقطه والبنك ادانا نقطه، ده احنا كده فل الحمد لله تمام كده والله معانا. يا جدعان الدوري ده بعيدا عن ان انت رايح في حته زي ما بقول لك كاس عالم ودوري الابطال مع اورلاندو لا ده الدوري نفسه ده مشكله. الدوري ده يا طارق مصطفى يعني تحيه ليه كبيره ان هو عرف النهارده يخطف منك نقطتين وهو ياخد نقطه، ان انت بيعطلك. هو نفسه قال لك ده كاس، دي ماتشات كاس، احنا مش بنلعب دوري. كل ماتش كاس لان ده دور واحد. انت قابلت البنك الاهلي خلاص شكرا، ممكن تقابله تاني لما يطلع معاك بقى في التسعه اللي هيصعدوا. التسعه اللي هيصعدوا هيطلعوا بنقاطهم. يعني فريق زي زمالك زي بيراميدز انت لما تقابله هنا وتعادلت زي كده هو هيعطلك فوق عادي وممكن يفوز عليك ويأخرك في الترتيب. انت لو طالع هنا بنقط قليله هيأثر عليك في لما تطلع في الجوله الثانيه بتاعه التسعه الفرق اللي هتصعد. ففي مشكله كبيره، في عدم تركيز كبير، في تخبط كبير جدا، في دفاع ما جاش. عشان ده لما كنا بنتكلم على صفقات ونقول ما عندناش اجنحه وعايزين مهاجم وعايزين بتاع، ما حصلش. ولو في يناير الكلام ده ما جاش يبقى ما تروحش كاس عالم للانديه بقى اللي هو ال 32 فريق الكبير ده، لان شكلك هيبقى زباله جدا يعني بصراحه. هيبقى شكلنا وحش جدا يعني، معذره سامحوني على الالفاظ عشان محروق دمي. هيبقى شكلنا مش لطيف، مش لطيف يعني يا جماعه والله. اللعيبه النهارده اثبتت ان في حاجه، هو في حاجه مش طبيعيه. عايزين يعرفونا بس السبب واحنا هنهدى، ان احنا لا والله احنا زعلانين على في قصه كده حاصله واحنا مش مركزين. اصل بدنيا وارهاق ايه؟ انت لاعب يوم الثلاث، لاعب يوم الثلاث، فارهاق ايه؟ ليفربول لاعب يوم الاربعاء ولعب النهارده. يعني انت احسن من مين؟ ما انت مرتاح وانت كويس وتمام، مفيش ارهاق. ما تكلمنيش في ارهاق وبتاع. لا الفريق النهارده ما نزلش مش الاهلي، زي ما الفانيلا والتيشيرت اللي كان لابسها مش الاهلي، فهو لعبا واداء ومستوى مش مستوى الاهلي. انا بقول لك يعني نفسي اتسدت عن موضوع اللقطات، وكنت احلل واقول فين الدفاع وفين اللقطه. هي لو جت اصلا دي والله حتى الريموت مش لاقيه، لو جت اللقطه بتاعت كوكا ده كان اللي عدت خلاص الماتش كان رايح للبنك الاهلي. تقول لي كان لا ممكن الاهلي يفوق مكان فاق. عمل ايه ده؟ مصطفى شوبير واخد راجل المباراه 5 كور الشوط الاول ما انقذهم. كنت انت لو واحده منهم ولا 2 جم خلاص خلص المباراه، بدل ما خدت نقطه كنت تطلع 0. فتحمد ربنا على النقطه اللي انت خدتها. فايه يعني هتافات الجماهير زعلتكم بره ولا انتوا داخلين اصلا من الاول مفيش؟ وماتشات الدوري دي هنفضل نعك فيها كده ونيجي في الاخر لما نصعد ونطلع للدور اللي بعد كده 9 اللي هيصعدوا نلاقي فيه مشكله بقى وفي فرق فرقت عنك، والموضوع التعويض فيه صعب. لان زي ما قلت لك كل ماتش يعتبر ماتش كاس. يصعد معاك واحد زي ده طارق مصطفى، ولا يصعد معاك الفرق اللي هي مش بنتكلم بقى زمالك وبيراميدز وبتاع يعني مع احترامي لاي فرقه، بس بنتكلم في فرقه اقل وبتعمل معاك كده وبتاخد منها نقطه. طب ده هيستمر كتير يعني؟ في يا جماعه والله ما ينفع. في حاجه بتحصل مش هي يعني. انا يعني حتى كنت كاتب حاجات ولقطات، الواحد مش عارف ايه اللي بيحصل والله. الكره اللي جت لحسين الشحات، ما كنت خلصت الماتش يا عم حسين، رايح تشوطها في جسم. انت بتعمل الار2 تمام التمام وما فيهاش اي حاجه. انت النهارده في مش انت كله كرة بتتعمل وتمام وبتجيبها على طول. سبت برضو كل الجون زي ما بتتكررها في المباريات اللي احنا مزنوقين لك فيها وتشوطها في جسم البلعوطي. كهربا انا مش عارف ده ما تعرفش تقيمه يعني. انا مش عارف ده حلو وده وحش، ده ما تعرفلوش، ده ما هو ظروفه كده ما تعرفش والله. من الناس اللي هو كنت تقول اصل ما فيش كور راحت له، لا ده قفشه اداله في الدقيقه 85 كره كان ممكن يخلصنا منها، والكره واتحرك عليها حلو يعني. المشكله انه اتحرك عليها كويس وكان ممكن يخلصنا منها، ولكن برضه لا. يجي يجيب لك جونين قبل كده ويضيع 40 جون، والنهارده مضيع برضه ما جابش حاجه. مش عارف ما حدش رابط معاه وشابك معاه ولا هي القصه بره. احنا اتكلمنا كتير بره الملعب بقى يا جماعه، كفايه اتكلمنا كتير. الحاجات دي بتاثر على الفريق بالسلب، بتاثر جدا. والنتيجه شفناها النهارده اهو، النتيجه شفتوها النهارده. فخلاص كفايه بقى كلام على بره الملعب يا جدعان، نتكلم على اللي ناقصنا،
اتكلم على اشرف داري اللي من ساعه ما جه وهو قاعد في المستشفى ومش عارفين ايه الصفقه الغريبه العجيبه دي، لو بتوع اوروبا اللي ما فيها الخير يعني يرميها مش عارف، في حاجه غلط. صفقات وقلنا عايزين مهاجم، عايزين جناح، رضا سليم وبيرسي تاو 2 اجانب قاعدين عندك بتلعب عليهم طاهر محمد طاهر اساسي، 2 اجانب بياخدوا بالدولار، بياخدوا بالعمله الخضراء بالاخضر وانت بتقعدهم. طب ليه؟ ما تجيب ناس تلعب، لا اما تمشيهم وتجيب مصريين يا عم كولر، خلاص اقتنع بالناس اللي معروض عليك وهات لنا اي جناح مصري ولا مهاجم ولا حتى نص الملعب يا راجل. عمر الساعي من ساعه ما جه ده اللي ب 50 مليون اللي بواحد اخضر اللي برنب ما شمهاش في ايه؟ عمرو السولية اللي بينزل اللي اكبر واحد فيهم بيلعب وبيتحرك وباقي العيال ايه يا عم؟ الواحد مش عايز والله يعني يقول الفاظ حتى والله ما انا كاتب ولا منيل. سامحوني يا جماعه لو متنرفز شويه، لكن والله في مشكله عايزين ندور على حل ونتكلم في الملعب. يا ريت نرجع نتكلم في الملعب. في مشاكل كتيره جدا دفاعيا هجوميا النهارده، كل حاجه النهارده ال11 فيهم مشكله ما عدا مصطفى شوبير اللي المفروض يستحق ان هو يلعب اساسي. ريح بقى يا كابتن شناوي شويه، كلنا وراك وفي ظهرك وتمام، ومع كابتن محمد رمضان وايدنا القصه والناس واحنا مع الاداره ومع كل حاجه، بس كفايه بقى يا ريت معلش يعني. كور النهارده دي لو حضرتك كنت موجود كان يبقى في مشكله، كمان في الكره الارضيه بالذات حضرتك ما بتنزل يعني. مش عايزين ايه كابتن شناوي؟ ادي فرصه للراجل يلعب يعني، بدل المباراه كل 3 كل 4 دي يا ريت يعني تبقى 2 حتى على الاقل. سيب الراجل ياخد فرصته ومش هيأثر عليك، انت كابتن الفريق والنجم، وقعدة الدكه ما فيهاش مسامير يعني. حضرتك هتقعد وهتستريح وهتدي تعليماتك وواقف على الخط كده ومارس الكابتنه والقياده بتاعه الفريق براحتك يعني، لكن سيب الراجل ياخد فرصه. كابتن بلاش ده انا مش عايز اتكلم عليه. مستر كولر يا ريت ما يعتمدش على لاعب عشان مش موجود وعشان في عقوبه تأديبيه ولا بتاع الدنيا هتقف. حسام ابو علي طبعا دي مش مشكله كولر انه لما يريح يحصل عندنا كده، مشكله الاداره اللي ما وفرتش المهاجم وقلنا ده كتير. في مشكله الاداره اللي مش بتلبي طلبات المدير الفني. كولر بيعمل باللي عليه، الراجل النهارده رمالك كل حاجه. عنده غلطه اللي هي بتاعت بعض الناس اللي ما بتديهاش اساسي، ملعب خالد عبد الفتاح ورامي عمر كمال في اخر. عمر كمال ما ينزلش ليه؟ ما ينزل يلعبش ليه اساسي؟ واحد بيقدر يحرك لك الدنيا ولاعيب سريع ولاعيب عنده الرؤيه وبيرفع عينه وبيعمل اوفرات حلو، ما يلعبش ليه؟ ما ينزلش ليه؟ كان هتكلم على مين؟ انا مش عارف. لازم نركز يا جماعه ونتكلم كوره، ويا ريت يكون في تخطيط للفتره اللي جايه، ما تبقاش ماشيه كده، ما تبقاش ماشيه كده كل لما نخبط ونتكلم في بره الملعب ونتلهي بره الملعب ويبقى شكلنا وحش في الاخر في نص النهائي قدام اللي هنلعبه يعني في بطوله كاس العالم وقدام اورلاندو في جنوب افريقيا. اورلاندو فريق مش سهل، ربنا يسترها علينا في جنوب افريقيا، ما يبقاش زي صن داونز ونخش في قصه جديده. سلام يا جماعه بعد اذنكم.